السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أينما كنتم في جديد توقعات حالة الطقس حسب هذا النموذج الأوروبي بالمغرب. إذا وكما نلاحظ في صنف الأمطار واستقرارا تاما على جل المناطق المغربية في بداية هذا أو نهاية هذا الأسبوع الجاري، أي يوم السبت والأحد كذلك. ولا نرى إلا رياحا قوية في الأقاليم الجنوبية أي الصحراء المغربية وبعض المناطق الأخرى. إذا نذهب إلى صنف تراكمات الأمطار لنلاحظ هل هناك أمطار إن شاء الله متوقعة في المملكة المغربية أم لا. إذا حسب صنف التراكمات الأمطارية، إذا في 12 ساعة القادمة لا وجود لأي تراكمات أمطار على الساحة أو على كل الجوانب المغربية. إذا استقرارا تام يجوب كل المدن المغربية. إذا 24 ساعة كذلك يبقى الأمر كما هو عليه، دون أي تسجيل أي تساقطات مطرية أو اقتراب أي منخفضات جوية. كذلك نلاحظ 3 أيام القادمة إن شاء الله، نلاحظ هناك تراكمات للأمطار قادمة إلى السواحل المغربية، والتي كما نلاحظ ستعطي بعض الزخات المطرية نواحي مدينة مراكش، وكذلك نواحي مدينة مراكش والمدن المحيطة هناك ب يعني الأطلس الكبير. إذا نعود ونلاحظ باقي الأيام القادمة هل هناك تساقطات مطرية أم لا. إذا وكما نلاحظ مشاهدينا الكرام كذلك اقتراب هذه التساقطات المطرية إلى السواحل المغربية يعني مع سيرورة الأيام. إلى 5 أيام القادمة إن شاء الله هذه التراكمات المطرية ستتقوى نوعا ما، ولكن يبقى حسب حركة الرياح هل هي ستقوم يعني مساعدة للوصول إلى المدن المطلة على السواحل المغربية وتعطي هناك زخات مطرية. وإذا كانت الرياح عكسية فيبقى العلم لله، قد ترجح هذه التساقطات المطرية. إذا كما نلاحظ كذلك تساقطات مطرية في مدينة الحسيمة وفي أقصى الشمال الشرقي المغربي. وكذلك نلاحظ ال10 الأيام القادمة إن شاء الله يعني اقتراب هذه التراكمات المطرية التي تحمل زخات مطرية عاصفية إلى المملكة، والتي ستعتبر الزخات المطرية مبدئيا بنواحي مراكش والأطلس الكبير، وكذلك مدينة الحسيمة وأقصى الشمال الشرقي المغربي. إذا مشاهدينا الكرام كما لاحظنا، إذا في ال10 الأيام القادمة إن شاء الله هناك توقعات لوصول هذا يعني التراكم المطري أو التراكمات المطرية التي تحمل زخات مطرية الله تحمل أمطار الخير، والتي نطلب من الله عز وجل أن يوصلها بأمان إلى كل السواحل المغربية وكذلك إلى جل المدن الداخلية المغربية لكي تعطي زخات مطرية إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.